أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد من أيام الأسبوع. النهاردة إن شاء الله تعالى الخميس الموافق 19 يناير 2022، وبالتحديد مع صديقي الغالي الأستاذ أيمن طه أمين بدير، وإحنا قاعدين قاعدة جميلة جدا جدا جدا، وانتهزت هذه الفرصة إن أنا أفتح معاه حوار حوالين موضوع الأخ محمد عادل، عامل النظافة كشري التحرير، اللي كل شوية زي الحنفية كل اما نفتح كواي نلاقيه حوارات، ناس بتعمل معاه لقاءات، ناس بتاخد معاه صور، ناس، وانا مش عارف كل ده عشان ايه. اولا هو لا بيعرف يغني ولا بيعرف يمثل ولا اي حاجة اطلاقا، هو بيعمل لنفسه عمل من غير عمل. فانا برضو هناخد رأي الاستاذ ايمن طه امين. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ يسري؟ كيف حالك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر قناة صوت العرب القائم عليها المذيع الفنان يسري الملاح. اولا انا عاوز اقول حاجة بالنسبة او تعليق لي بالنسبة لمحمد عادل اللي هو بتاع كشري التحرير. يا جماعة الحاجة اللي انا عاوز اتكلم فيها ده رزق من عند الله، وده ربنا وهبه انه يعمل الفيديو ده عشان ربنا يفتحها عليه. فمش عيب جدا ان هو يطلع في برامج ويطلع مع ممثلات ويطلع مع مغني زي ابن شعبان عبد الرحيم ويطلع في برامج كتير، فده رزقه. احنا هنتدخل ليه ان ربنا يرزق شخص كويس ويفتحها عليه؟ احنا ملناش تدخل. الناس اللي بتعلق ليه وبتديله لايكات والكلام ده كله، انا من الناس اللي بعلق له في الصح، وبعلق له في المضمون اللي هو بيتكلم فيه او المضمون اللي عاوز يعمله. وهو داخل دلوقتي، اسمع ان هو داخل مسلسل وهينعرض في رمضان، ايه المشكلة؟ وداخل في فيلم وهينعرض برضه في دور السينما، ايه المشكلة؟ مفيش اي مشكلة. المشكلة ان احنا بندخل نفسينا في شؤون إلهية ربنا اختاره من وسط البشر، زي مثلا سندس البنت بتاعت كده كده اللي بتطلع في برامج وجالها إعلان في دبي ب1 أو 2 مليون درهم إماراتي. إيه المشكلة؟ ده رزقها، ومن خلال كلمتين 2 ربنا فتحها عليه. كده كده كلمتين 2، الساحل ومش الساحل وكده كده. فمن خلال الكلمتين دول ربنا فتحها عليها. فيها حاجة مميزة، وهو برضو فيه حاجة مميزة. فيديو مصطنع، فيديو مش مصطنع، رزقته من عند الله. ما نتدخلش احنا في اي حاجة، بل احنا نشجعه ان هو يتطور من المستوى اللي هو فيه لمستوى افضل. صح كلامي يا استاذ يسري ولا لا؟ والله يا استاذ ايمن، انا بعترض على كلام حضرتك. بالنسبه طبعا عمرنا يعني ما نصدق ان في خلال حتى لو شهر، حتى يعني افترض انه شهر هيجيب فيلا في اكتوبر وهيجيب عربيه وهيجيب. مستحيل مستحيل مستحيل. هو بيطلع بيكذب مع المذيع او مع المذيعه ويقول لهم انا عندي كذا وعندي كذا، ويرجع تاني يسالوه يقوم يقول لهم انا ما عنديش حاجه، انا الستر من عند ربنا. فطبعا انت كلام حضرتك انا معاك ان ده رزق من عند ربنا، بس هو اساسا يعني اصل انا في الميديا وانا عارف الموضوع ان هو لا غنى، لا بيعرف يغني ولا بيعرف يمثل ولا اي حاجه، هو بس بيتردد في اماكن عشان يبتدي يعني ينعرف، وده يتكلم عليه وده يقول له تعالى نتصور معاك. انما هو لا بيعمل مسلسل لرمضان زي ما حضرتك بتقول، ولا اشتغل قبل كده خالص، ملوش في المواضيع دي كلها. تمام، ده وجهة نظري، ولكن وجهة نظر الآخرين احنا بنحترمها، وبحترم وجهة نظر برضو الأستاذ أيمن فيما يقوله. مظبوط؟ لا، هو في نقطة عاوز أقول لك عليها يا أستاذ يوسف. مجرد إن يقول الحاجات دي ويقنعك بيها يبقى ده فنان ممثل، مثل علينا وأقنعنا إن عنده فيلا، إن عنده سيارة، إنه بيقام بدور مثلا في مسلسل.
ده مثله علينا. هل احنا اقتنعنا؟ اقتنعنا واتفرجنا على الفيديوهات بتاعته. وعلى فكرة يا استاذ يسري في حاجات كتير، ده افضل ولا ان بنت تطلع عارية ومخبية وشها، وواحدة ست تطلع بتعمل طبيخ واكل والكلام ده كله في السوشيال ميديا؟ ان هو الافضل واحدة ست وكلام فاضي وحاجات بتعملها بعض الفتيات، اسلوب مبتذل واسلوب رخيص جدا للتكسب بالمادة. ثانيا انا عاوز اقول لك السوشيال ميديا اولا ليها فوائد ولها مضار. من ضمن فوائدها مثلا في بعض الناس كويس بيستفيدوا منها، بيعملوا فيديوهات صالحة. يعني انا اعرف ناس كتير بيعملوا فيديوهات ناجحة جدا ومنتشرين جدا بطريقة ممتازة كويس، اللي بيها مثلا بيكمل الإذاعة والتلفزيون المصرية. تمام. كويس. فأنا عاوز أقول لحضرتك حاجة بالنسبة للشخص ده بالذات، أفضل، أنا بعتبره أفضل، وبنت زي سندس دي أنا بعتبرهم أفضل من إن بنات تطلع مثلا عاريات. كويس. يا أستاذ أيمن أنا معاك إن هو أي أفضل، بس هو يعني حضرتك مش بيمثل، ده هو بيكذب علينا. يعني هو بيطلع بيكذب علينا وبيقول 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 ومفيش حاجة من الحاجات دي خالص. يعني أنا واثق 1000% لأن يمكن ده مثلا سيناريو معمول له، مش عرفك إنه كذب، سيناريو معمول له عشان الناس تتفرج عليه والناس تصدقه. ليه نقول إنه هو كذاب؟ طب أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، ناس كتير جدا 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 في المجتمع والشعب المصري بأجمعه والعالم العربي بأجمعه بيكره مثلا بعض أعمال محمد رمضان. طب يا جدعان بتكرهوها ليه؟ يقول لك مثلا بيروج مثلا للفتونة، بيروج للبلطجة، بيروج لحاجات مش في مجتمعنا. طب احنا ليه ما ناخدش الكويس منه ونترك منه السيء؟ تمام. انا اعلم ان محمد رمضان من الشخصيات الكويسة جدا اللي بيدفع ضرائب للدولة تقدر بملايين. تمام. ودي حاجة عظيمة جدا. طبعا. والضرائب دي بتخش في بناء مستشفيات، في بناء مدارس، في تطوير الدولة. تمام. او في بتخش في خزانة الدولة. تمام. فبتطور من انشاءات الدولة. تمام. كويس. فواحد زي ده ليه اهده؟ لا، ده انا ابنيه واشكره واخد منه الكويس في الفن بتاعه والوحش اتركه. تمام. عموما احنا سمعنا هذا اللقاء الجميل الممتع جدا جدا، وطبعا كنا سعيدين جدا بلقائنا مع الاستاذ ايمن طه امين بدير. ومش عايزين نطول برضو للساده المشاهدين في هذا اتفضل. يا جماعه اسلوبي ده ليس بسلبيه، انا اسلوبي بتكلم فيه اسلوب بناء للمجتمع الافضل، بناء السامية، التطور بتاعنا. تمام. ده اسلوبي، مش اسلوب هدم وتدمير. واشكرك يا استاذ يسري على اللقاء، واشكر البرنامج، واشكر كل المشاهدين اللي اتفرجوا علينا. احنا بنشكر الاستاذ ايمن طه امين بدير، ومنتظرين تعليقات حضراتكم في الكومنتات، التعليقات برضو اللي هي جميلة حلوة اللي بتفيدنا وبتفيد كل المشاهدين. وتابعونا دايما لما هو جديد دائما في بلدنا الجميلة الحلوة جدا جدا جدا، بركة السبع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.